سلام الأحباب، نهاركم مبروك وصحة فطوركم. اليوم جيتكم بوصفة اللي هي مقروض بريستيج. وكما تعرفون المقروض هو نمبر 1 في الحلويات التقليدية. انا درتو زعما شغل موديرن، درتو بريستيج كيما راه قاع في العائلات الجزائرية دروك تطور، راه مقروض بريستيج وكاين اللي مازالوا يديروا الطريقة القديمة مبازين عليها توجور في حلوياتهم وفي مناسباتهم تلقي هذاك المقروض تاع زمان. انا اليوم راح ندير لكم بريستيج، تبعوا معايا طريقه وشوفوا هذه الطريقه راح تنجحوا بها، يعني المقروض اللي ما ينجح لهاش راح تنجح فيه. تبعي مليح وشوفي. هنا كما راكي تشوفي انا جبت قصعه درت فيها 3 كيلات سميد متوسط، وانا هنا استعملت سميد ماما. زدت له 2 مغارف كبار فرينه، وزدت مغرفه كبيره سكر كلاص، وزدت ساشي تاع فانيلا، وزدت معاه مغرف صغيره ملح. هذه النواشف كامل خلطتهم بيدي. ندخلوا هاد النواشف مع بعض مليح، نحكوهم بيدينا مليح كيما راكم تشوفوا فيا. هنا استعملت يدي وخلطت مليح، دخلت هادوك النواشف مليح مليح مع السميد. هنا السميد عنده دور كبير في نجاح المقروض. في هذه المرحله نقعد نحك في السميد مليح مليح بيديا كما راكم تشوفوا الكف تاع يديا نحك مليح باش هذاك السكر والفرينه وكاع يدخل كامل مع السميد ويتوزع كامل مع السميد. وهنا نجيبوا الكيله اللي كيلنا بها السميد نكيلو بها السمن. انا هنا استعملت سمن تاع مدينه، ذوبته وخليته يبرد، ما لازمش ديريه حامي. لو كان ديريه حامي ولا سخن راح يقلي لنا هذاك السميد وما ينجحناش المقروض، لازم يكون بارد. هنا خذوا الحذر تاعكم ما ديروش حامي، اتونسيون حامي نو. هنا ديريه بارد ونبسوا السميد تاعنا مليح مليح. دوك تشوفوا الطريقه كيفاش. وبلا ما ننسى هنايا خليت قد صبع كملتو زيت. وفي هذه الخطوه كما راكم تشوفوا فيا راني نحك بالكف تاع اليد، الكف مع الكف هكا ونحك في هذاك السميد مليح مليح. هذه المرحله مهمه بالبزاف، هي اللي تخلي المقروض تاعنا ينجح، لازم بسو غايه. هذه المرحله سموها التبساس، لازم نبسو المقروض مليح. شوفي مليح الطريقه كيفاش، شوفي كيفاش راني ندير.
هنا لازم نقعدو نبسو مليح حتى نتحصلوا على واحد لابول ما تنحلش. هذيك لابول لازم ما تنحلش، سينو الا نحلت معناتها المقروض ولا العجينه تاع المقروض مازال ما توجد. وهنا شوفي مليح ولا شوفوا مليح التست اللي نديره كيما ها ديروا باش تعرفوا الا المقروض تاعكم راه واجد ولا لا. انا هنا لابول تاعي ما تحلتليش، معناتها العجينه تاعي ولا المقروض راه واجد. هنا في هذه الخطوه لازم تركزوا معايا غايه. شوفوا هنا جامي تقولي ندير السمن ونخليه يبات باش يشرب، باش السميد يشرب هذاك السمن. نو جامي عمره ولا يشرب السمن، باسكو السمن ماده زيتيه. كيفاش ماده زيتيه يشرب منها السمن؟ نو انا هنا ايش ندير؟ توجور ندير المازهر شويه برك تاع مازهر، نبلل هذاك مع السمن وكاع ونخليه يريح ليله كامله. هنا هذا المازهر الفعاليه تاعو انه يخلي السميد يتشرب. وفي هذه المرحلة نغطوه بكيس بلاستيكي ولا فيلم أليمونتير ونزيدو سربيتة تاع قماش ولا كتان ونخلوه بجهة يبات ليلة كاملة. شوفوا هنايا مع الصباح قاعد نحل في السميد كيما راكم تشوفوا فيا حليته مليح ومن بعد درت كيلة مخلطة بمازهر والماء عادي، خلطهم مع بعض وبديت نرش بيدي غير بشويه. هنا كملاحظه ما خلطش كامل السميد، قسمت السميد على 3 اقسام باش هكا ما تنشفناش العجينه. ندو غير بشويه ونخدمو نكملوا الكونتيتي الاولى ونزيدو الزوجه ونزيدو الثالثه. هنا نعطيكم نصيحه، السر راه في هذه المرحله. هنا كي نشمخو شويه السميد ونخلوه واحد 3 دقائق 5 دقائق نخلوه. انا خليته 3 دقائق وعاودت وليتلو عاود حليته وعاود شمختو، باسكو هنا العفسه كاين اللي ما تعرفش في الاول تشمخ ديريكت تقول المقروض تاعي راه واجد ويحشيها لها من بعد ينشف وكي تجي طيبو تقليه ولا طيبو في الكوشه ينحللها. هنا هذا هو السر، شربيه خليه 3 دقائق يريح وعاودي وليلو حليه وزيدي شربيه. هنا العفسه. شوفي هنا العجينه كي ولات كيما راكي تشوفي فيا. هنا العجينه تجيني كيما هاك، لازم تجيك كيما هكا. هنا راح نخدم دي بولات، الوزن تاعها لازم يكون 35 غرام، باسكو معجون تاعها تاع التمر لازم يكون 12 غرام. انا نخدم لي بولات 35 غرام والمعجون تاع التمر 12 غرام. وهنا كما راكم تشوفوا فيا راني وزنته، استعملت الميزان ودرت 5 غرام. اللي ما عندهاش الميزان تقد دير كريات يعني عينها ميزانها. نجي لهنا المرحله تاع كيفاش نخدموا المعجون واللي هو معجون التمر. هنا اش غادي نديرو؟ نطروا هذاك المعجون مليح. انا استعملت معجون من النوعيه الجيده وزدت له مغرف كبيره دهان صول وزدت معاه ساشي لباني وشويه تاع قرفه بودره وشويه تاع مازهر وبديت نعجن فيه. عجنته غايه حتى ولا اطري.
وهذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. المعجون التمر يكون طري، نخدموا به لي بولات تاوعنا، نوزنوهم 12 غرام كما قلت لكم، ونوجدوهم على حسب الحبات اللي خدمناهم. نخدموا يعني لي بول تاع معجون التمر، ما نخدموش كميه كبيره كما قلت لكم. نغطوهم في اليمونتير ولا ساشي ونبداو نخدموا هذوك لي بول تاع المقروض، يعني عجينه المقروض. كي نخدموهم نغطوهم بساشي، ما نخلوهمش للهواء ينشفوا. وفي هذه المرحله الاخيره نجو لهنايا نحلو العجينه كيما راكم تشوفوا فيا. نبسطها على الكف تاع اليد ونديرو في الوسط لابول ونغلقو. وندوروها مليح 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 حتى يكون الملمس تاعها يعني من الفوق يكون ليس. وهنا نجيبو هذا المول اللي خاص بمقروض بريستيج. درت فيه كما راكم تشوفوا، درت فيه الكرة تاع المقروض، دخلتها الداخل، ومن بعد جبت هذا المول تاني تاعو وبديت نضغط بلا من كيما نقولوا نرفدوه هذاك الطابع، نقعدوا نضغطوا لتحت مليح. كي نحسوا بلي صاي سي بون ضغطنا غايه، ايا نرفدوه ونبداو نخرجوا فيه غير بشويه. وهنا بعد ما طبعت المقروض تاعي وكملته كامل، درته فوق ورقه طبخ ودخلته للكوشه. الكوشه كانت حاميه، شعلت عليها من التحت، هو طلعته للفوق وشعلي عليه من التحت. بعد ما طابوا الجوانب يعني نحسوا باللي طاب من التحت، يدي هذيك التحميره، ومن بعد نطفوا عليه من تحت ونطلعوه. نهودوه تحت، كي نطفوه من تحت نهودوه للتحت ونشعلوا عليه من الفوق ونخلوه يدي هذيك التحميره. كاين اللي يخليه دوغي، كاين اللي يحمره بزاف، كل وحده وكيفاش. انا نخليه دوغي. ومن بعد كي يدي هذاك اللون الذهبي نطفوا عليه وهو ساخن نديروه في الحسل يكون بارد. نخلوه في هذاك الحسل واحد الربع ساعه ولا نخلوه يتشرب هذاك الحسل مليح باش يجينا من الداخل معسل غايه. كاين اللي يزيد في الحسل مازر، انا ما نزيدش مازر، انا نديرو كيما راه. وراح نشوفوا يعني المقروض كيفاش جا والريزلتا كيفاش جات. وهذه هي النتيجة النهائية المقروض بريستيج اللي درته اليوم. وإن شاء الله تجربوه وراح ينجح لكم أكيد أكيد مؤكد. نخليكم في رعاية الله وحفظه. صحة سحوركم، مع السلامة، إلى لقاء آخر في فيديو آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه. في الأخير ما تنساوش الاشتراك في قناتي وتفعلوا زر الجرس وتشاركوه مع أصدقائكم. مع السلامة.